السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل وأغلى وأحسن متابعين في الدنيا؟ أخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في أحسن صحة وأحسن حال. شفت الحلاوة والجمال دي؟ بنوتي الحلوة ما صبرتش لما أجي أصور، قالت لي أنا مش هستناكي بقى لما تصوري، بدل جهزت خلاص هروح أخد واحدة. يا بنتي استني هتبوظيها. قالت لي لا بس انت شيلها زي ما أنا بشيلها. طب شلتيها بإيه؟ قالت لي شلتها بالمعلقة يا ماما. تعالي ولا أعلمك يا ماما تعالي. دوت حلوة، يعني مش عارفة اوصف لكم جمالها بصراحة. بسيطة واقتصادية ومكوناتها قليلة جدا، واي حد يقدر يعملها، مفيهاش صعوبة وجميلة جدا. شايفين عاملة ازاي؟ بصراحة يعني رائعة فوق ما تتخيلوا، جميلة جدا. يا رب اللي يعملها ويجربها يديلي دعوة كده من القلب، ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. معايا 75 جرام من الكاكاو، 5 معالق كبيرة بالمعلقة دي. هقلب انا الحليب في الكاكاو كده في الطبق، مش حبيت احطه في الكسرولة عشان بياخد وقت اطول. في الطبق كده شوية حليب صغيرين وعليهم، واقلبهم كويس قوي احسن ما احطه على الحليب كله. كمية الحليب اللي انا اخدتها دي من نفس المقدار اللي انا اللي انا هعمل منه آه، الحلوى. خلصتها قلبتها كويس وركنتها على جنب، وهجهز بقى ده أداة الربط بقى بتاعتنا. بصراحة الحلوى ديت ألمانية، شايفاها على قناة ألمانية. جربتها قبل كده وما زبطتش معايا. دون الجيلاتين، 60 جرام جيلاتين. أنا مش فاكرة 3 معالق ولا معلقتين بصراحة، بس هم حوالي 3 معالق، لكن بالجرام 60 جرام. انت اما تروح تشتري هتقول عايزة 60 جرام وخلاص، عشان أنا نسيت أكتب هما كام معلقة. الحليب دافي وقلبته فيه كويس وركنته على جنب. طبعا انا جربتها قبل كده، لان اللي عامل الوصفه ديت عاملها بحاجه اسمها اجار. احنا هما في المانيا بقى. طب ايه الاجار يا ربي؟ ادور واسال وادخل على النت، لقيته شبه الجيلاتين، فقلت انا هجربها بجيلاتين. حطيت لما عملتها قبل كده حطيت كميه صغيره، يعني حوالي معلقتين، فما زبطش معايا، يعني ما زبطتش معايا. هو الطبخ عباره عن تجارب، والحلويات كذلك. بيحطوا حاجة على حاجة، زبطت بقت حلوة، بتكون طبخ. فالحمد لله لما زبطت معايا قلت انزلها لحبايب قلبي عشان يعملوها. حاجة اقتصادية وجميلة. كيلو حليب، نص كيلو حليب، زي ما انت عايزة تعملي بتحطي الكمية اللي انت عايزاها. كوباية الا ربع سكر، والحليب على النار. اول ما يبدأ يسخن كده حطيت السكر. لو عايزة تحطي من قبل كده عادي، مفيش اي مشكلة خالص. هنقلب كويس قوي. اول ما تبدأ بقى خلاص هتغلي، حطيت 100 جرام من الشوكولاتة. لو انت عايزة تستغني عن الشوكولاتة براحتك، مش في مشكلة، بس مديها طعم أجمل. لو عايزة تحطي 200 جرام برضه حطي 200 جرام، لكن أنا حاطة 100 جرام بس، وطعمها غني جدا بالشوكولاتة. رشة الملح دي دوقي قبل ما تحطي رشة الملح ودوقي بعدها، فرقت جدا جدا في الطعم. بتظهر الروايح، ريحة الكاكاو الأسباني دوت بصراحة جميلة جدا، ريحته جميلة يعني حلو خالص. هو دايما بستعمله الاسباني. هنقلبه كويس وهنعمل اول ما يبدا يغلي خلاص اهوت بدأ في الغليان، غلوتين يعني، غلوتين كده وهندفع عنه. خلاص كده هيغلي غلوة تانية وهندفع عنه خالص. بقى جاهز كده. هتصبيه بقى في زي الجيلي، ممكن في كاسات، ممكن في بولات، في قالب زي ما انت عايزة. ممكن في الكاسات ويتاكل على طول من غير ما تقلبي وتعملي. انا عندي القالب دوت، وعندي قالب الكب كيك، هصبهم فيه. بجد حلوة رائعة وجميلة جدا. هنسيبه في التلاجة. انا عملتها بالليل وسبتها على الرخامة تبرد،
يعني خدت حوالي ساعتين زي الجيلي بالظبط، ساعتين لما اتمسكت، أو يعني ساعتين ونص. وأحيانا الجيلي بياخد وقت أطول. ممكن تعمليها بالجيلي لو عندك جيلي موز، لأن الموز هو اللي يمشي مع الشوكولاتة. لو عملت بأي طعم تاني هيغير طعم الشوكولاتة معاكي، الفراولة أو الأناناس أو أي نوع تاني. فزي ما انتوا حابين تعملوها اعملوها. لا إله إلا الله. نتقابل في فيديو تاني إن شاء الله.